تخيلوا ست حكمت إمبراطورية المخدرات اللي كان كلها عنف ووحشية واللي كان يملاها بس الرجال، وكانت أكبر مستورد للكوكايين في وقتها، وأمرت بإعدام مئات الناس منهم أزواجها وعشاقها. ست جمعت مليارات الدولارات وعاشت في حياة رفاهية. كانت ست مخيفة ومحترمة لدرجة حتى إنه أكبر زعماء العصابات زي بابلو اسكوبار نفسه كان بيحترمها وبيقدر كلمتها، ولقبها كان جود ماذر وملك التهريب المخدرات والأرملة السوداء. بس مين ذي الست اللي أرعبت أمريكا؟ كيف تحولت من بنت فقيرة من حواري كولومبيا المليارديرة في تهريب المخدرات في ميامي؟ وكيف قدرت إنها تهرب من القانون لكل ذي السنين؟ وإيش السبب اللي أدى لسقوطها؟ وكيف كانت حياتها الوحشية ورا الكواليس وهي بتتعامل مع عشاقها وأعدائها وعيلتها؟ السلام عليكم، أنا كوبر وجيتكم بقصة من العيار الثقيل. فاضغط لايك من الحين لأنك رح تنغمس في ذي القصة. واليوم رح نكشف الحقيقة الصادمة عن إمبراطورة في أمريكا، غريزيلدا بلانكو ريستريبو. كانت بدايتها متواضعة من حواري كولومبيا الفقيرة، والحكم الأكثر قاسية ومخيفة في تجارة المخدرات. غريزيلدا كانت زعيمة مخدرات كولومبية، كانت من رواد كارتيل ميديلين الكولومبية، وهي المنظمة المشهورة اللي سيطرت على تجارة المخدرات في الثمانينات والتسعينات، واللي طلعت منها أسطورة بابلو اسكوبار اللي أظن كلكم بتعرفوا. إذا ما بتعرف اطلع من الفيديو، اطلع ايش فيك إذا. أغلب الأمريكيين بيعرفوا بابلو اسكوبار، بس اللي مش كثير ناس بتعرفه وهو إنه غريزيلدا كانت موجودة قبل بابلو اسكوبار نفسه. على نطاق أوسع، لما بابلو اسكوبار كان بيسرق سيارات، هي كانت وقتها بتتاجر ب 3400 رطل من كين بالسبعينات والثمانينات. كانت كمان العقل المدبر اللي خلقت وابتكرت طرق جديدة عشان تهريب وتوزيع المخدرات. كمان الاختيار اللي غيرت حرب المخدرات للأب، وهي أصلا الشخص اللي اخترع فكرة جلب المخدرات من أمريكا الجنوبية لأمريكا. انولد في 12 فبراير 1943 في سينيا، واللي هي مدينة ساحلية في كولومبيا، واللي تخلى عنها أبوها وهي لسه طفلة صغيرة، واللي ربتها أمها أنا لوسيا ريستريبو، واللي كانت مدمنة كحول بتبيع جسمها عشان الفلوس. بعدها غريزيلدا وأمها انتقلوا لميديلين، واللي كانت عاصمة تجارة المخدرات في كولومبيا. ولما كان عندها 3 سنوات بس، هناك تعرضت للحياة الإجرامية من صغرها، وعاشت في حي إجرامي لدرجة إنه المدينة كانت بتعتبر ذاك الحي حي تسامح. عزيزي المشاهد، مش تسامح اللي أنت بتفكر فيه، ذات تسامح يعني منطقة دعارة بمنطق ثاني، والأشياء اللي كانت ممنوعة في أماكن ثانية كانت مسموحة في ذا الحي. وغريزيلدا صارت نشالة وبتسرق حتى قبل ما تكمل 13 سنة، وبيقولوا إنها ارتكبت أول جريمة قتل إلها لما كان عمرها 11 سنة. خطفت طفل من حي الأغنياء وطلبت فدية، ولما ما أعطوها حطت رصاص براسه، وهربت من البيت لما كان عمرها 14 عشان تهرب من ضرب أمها وحبيب أمها. واضطرت إنها تبيع جسمها عشان تعيش في حواري ميديلين. مش بس هيك، كمان تورطت مع أعضاء عصابة ميديلين، واللي كانت أخطر منظمة كانت بتهرب المخدرات وماسكة كل كولومبيا. وفي هالوقت قابلت كارلوس تروليو، واللي كان كمان جزء من عصابة المخدرات ومهرب في نفس الوقت، وبيهرب مئات الكولومبيين لأمريكا كل سنة. تروليو وغريزيلدا صاروا يوعدوا بعضهم، ولما كان عمرها 14 سنة بس، وتحت حمايته غريزيلدا تعلمت أصول تزوير الجوازات، تهريب المخدرات والبشر، والزوجين بدأوا مشروعهم الخاص في تهريب البشر والمخدرات. ونعمل حب ناس، تاجر في شحاطات، في سيارات، في أراضي، مش في البشر يعني. وفي كثير ناس بتقول إنه كان حبها الحقيقي الوحيد، علمها كثير وخاصة علمها كيف تهرب. واستمرت علاقتهم لمدة 4 سنوات، وتزوجوا أول ما عملت 18 سنة، وقتها في الخمسينيات. وبحلول 1962 كان عندهم 3 أولاد، ديكسون وأوبرا وأوزول. وغريزيلدا وشريكها كانوا بيتنقلوا بين كولومبيا ونيويورك، هذا كله عشان يديروا شغلهم المش قانوني. بس لما مات تروليو في عام 1970 بسبب فشل كلوي، غريزيلدا وقتها أخذت القيادة. وفي ذاك الوقت غريزيلدا كان عمرها 27، والمفروض إنها تكون أرملة حزينة. بس وقتها تروليو أدى مهمته وجهزها كبديلة إله. معروف إنه زوجها مات بفشل كلوي، بس في إشاعات بتقول إنه كانت هي السبب وراء موته. وهالإشاعات صارت محل تفكير لما براءتها كانت موضع شك، لما راحت زوجة مجرم ثاني في فترة قصيرة، واللي كان ألبرتو برافو. وعلاقتها مع ذي الرجال كانت مفيدة إلها اجتماعيا واقتصاديا. وبرافو وقتها ما كان بيشتغل بتهريب البشر لما قابل غريزيلدا، كان مجرد تاجر عادي بيهرب له كم رطل وأشياء غير ممنوعة لأمريكا. بس غريزيلدا كان عندها طموح إنها تعمل أكبر إمبراطورية مخدرات في أمريكا، وهالزوجين صاروا من أكبر مجرمين المخدرات في أمريكا، واللي أشعلوا موجة إجرامية خطيرة مرة في أمريكا في وقت السبعينات. برافو وبلانكو كانوا شراكة مثالية، كانوا في المكان الصح في الوقت الصح ومع المنتج الصح. وغريزيلدا شافت في مشروعهم الصغير في تهريب
انه فيه يصير امبراطوريه بالمليارات. في 1973 الزوجين نقلوا مقرهم اللي كان في ميدلين كولومبيا الى نيويورك، وبالفعل كان عندهم هيكل للموزعين وتجار هناك. التحدي الوحيد اللي كان عندهم انه كيف يهربوا كميات كبيره بدون ما ينقص. بس غريزيلدا ما كانت بتخلص افكارها ابدا، واخترع طريقه مبتكره ما يقدر يفكر فيها حتى الشيطان عشان تهرب الأمريكي. واستخدم الملابس الداخلية للنساء واللي كان فيها جيوب عشان تهربها. بلانكو كانت مبدعة بشكل كبير، صنعت ملابس داخلية بجيوب مخفي واللي بتقدر تحمل من 2 إلى 4 أرطال في كل قطعة، وهالقطع كانت بتسهل عملية تهريب المخدرات بشكل سلس مرة، واللي كانت بتبين زي شكل الست طبيعي عادي. واختارت بعناية ستات حلوين من كولومبيا عشان يهربوا المخدرات، ودربتهم عشان يلبسوا بشكل مغري بيبرزوا انوثتهم وبيتغزلوا بالضباط الجمارك، وهالشيء بيخليهم انهم يلفتوا انتباههم عشان ما يدققوا معاهم ويفتشوهم. وحاملات المخدرات ذولي كانوا بيلبسوا الملابس الداخلية ذي اللي فيها جيوب سرية واللي كانت مليانة، وبيسافروا من كولومبيا لنيويورك وابدا بدون ما يثيروا اي شبهات. وفورا اول ما يوصلوا لنيويورك موزعين وتجار مخدرات التابعين لغريزيلدا كانوا مستنينهم قدام المطار، وخلال ساعات الماده توصل شوارع امريكا كلها. بهالطريقه كانت ثوريه سمحت له انه ينقل كميات كبيره من بدون ولا يلفت ولا شبهات، وما يستعمل الطرق التقليدية زي الشنط، سيارات وما إلى ذلك، وقللت خطر اكتشافهم من السلطات بشكل كبير، واللي أصلا ما كانوا يفتشوا الملابس الداخلية للستات. ذاك الوقت ما كان عندهم جهاز عشان يكشف إيش داخل جسمها. أصلا مين راح يشك إنه بنت حلوة ولبسها حلو إنها راح تكون محملة جسمها كلها مخدرات؟ وقتها عملوا نجاح باهر وربحوا مليارات الدولارات وتحدوا سيطرة المافيا في سوق نيويورك. بس نجاحهم ذا جلب لهم انتباه السلطات، واللي أطلقوا عملية اسمها بانشي عشان يوقعوا فيها. سنة 1975 تم توجيه اتهامات لبلانك و30 شخص من شركائها من تجار المخدرات في قضية تهريب مخدرات فيدرالية. وبلانكو قدرت انها تهرب لكولومبيا قبل ما يمسكوها، بس تركت زوجها واولادها الثلاثة في نيويورك. بعدها في نفس السنة غريزيلدا واجهت برافو في كولومبيا عشان كانت عندها شكوك انه كان بيسرق من الفلوس اللي كانوا بيعملوهم. نجحت هذه المواجهة اطلاق نار بينهم وانتهت بموت برافو. بنت الكلب تعرف كيف تستعمل سلاح. وبعد موت زوجها البرتو برافو سنة 1975 غريزيلدا صارت قائدة الوحيد لإمبراطورية المخدرات اللي عملتها. بعدها انتقلت لميامي وأسست لنفسها الاسم المستعار والمعروفة فيه The Godmother of Cocaine، وملكة تهريب المخدرات. كانت قاسية وما بتخاف في تعاملها مع منافسيها وأعداء، وأمرت لكثير ناس واللي كانت تتنفذ من قبل مسلحين على درجات نارية، وهي طريقة بيقولوا إنه هي اللي اخترعتها. بلانكو كمان كانت بتعيش حياة مخملية في ميامي، كان عندها قصر بيطل على شط ميامي، كان عندها ألماس اشترته من السيدة الأولى في الأرجنتين إيفا بيرون، وثروة بالمليارات لا تحصى ولا تعد. كمان كانت بتحب فيلم جود فاذر واللي ألهمها تسمي ابنها مايكل كوروليني، ومايكل هو ابنها من زوجها الثالث داريو، واللي قابلته في أمريكا بعد ما هربت من السلطات الأمريكية سنة 1975. داريو كمان كان قاتل مأجور ومهرب مخدرات كان بيشتغل عنده، وتجوزوا سنة 1981 وانتقلوا ميامي مع بعض. بس جوازهم ما كان سعيد، يعني داريو كان بيضربها وبيخونها كمان، بس كمان اختلف معها في حضانة ابنهم سنة 1983. بعدها تركها ورجع لكولومبيا وأخذ معاه مايكل وقال لها إنه برجعه لما تدفعي لي فلوس. احذروا إيش؟ رفضت تدفع له فلوس، وبدل هيك دفعت عشان يتم اغتيال داريو من مسلحين لابسين زي شرطة، واللي قتلوه قدام ابنه. اللي بعدها رجع لبلانكو في أمريكا. واحد من أكبر منافسي بلانكو في تجارة المخدرات كان بابلو اسكوبار، واللي كان نفسه زميلها السابق في كارتيل ميدلين. وفي آخر السبعينات بلانكو لاحظ إنه اسكوبار بيقترب من مناطق نفوذها في ميدلين وأمريكا. الجود ماذر ما رضيت إنها تقعد تتفرج في اللي قاعد بيصير، وهالسبب نشب صراع دموي بينها وبين اسكوبار، وهالصراع تطور لحرب اللي أدت الموت كثير ناس من كلا الطرفين. حلول 1975 تقريبا هي واسكوبار كانوا حرفيا بيجندوا ناس عشان يقتلوا بعض، كل واحد فيهم كان عنده فريق قتلة بيلاحق الثاني. واحد من أشهر الأحداث في حربهم كان إطلاق النار في مركز التجاري دادلاند في 1979، واللي كان بداية حروب في ميامي. 11 يوليو 1979 اثنين من قتلة بلانكو دخلوا على مركز تجاري ديدلاند، بالضبط المحل مشروبات، وهناك قتلوا 2 رجال اللي كانوا بيشتغلوا مع عصابة ونافسة لهم. بعدها المسلحين رشوا رصاص في موقف السيارة بالمركز التجاري، أصابوا سيارات وناس أبرياء، بعدها هربوا في فان، واللي اتضح بعدين إنه كان مليان أسلحة وسترات واقية من الرصاص. وهذا كان أسوأ عنف بتشوفوا أمريكا من عهد آل كابوني. كان مستوى قتل ما يتفسر بأي شيء، وإطلاق النار اللي صار في المركز التجاري صدم السلطات والناس، واللي أدركوا إنه عنف المخدرات
وصل لمستوى ثاني من الوحشية والتهور. الضباط اللي وصلوا لمكان الجريمة سموا جوناكو بويز، وهو مصطلح راح يستعمل بعدين عشان يرمز المهرب المخدرات وشركائه واللي كانوا متورطين في تبادل اطلاق النار والتفجيرات والاختطافات والاغتيالات في الثمانينيات. وبلانكو استمرت في حكمها الارهابي لحد سنه 1985، وانمسكت في كاليفورنيا وتم تسليمها في فلوريدا، وهناك واجهت اتهامات بقتل 3 اشخاص، منهم طفل صغير مات في اطلاق نار كان من سياره. والسلطات في فلوريدا ونيويورك قالوا انهم قدروا ان يوثقوا 40 عمليه قتل على الاقل، وهذا اكيد رقم محافظ لانها في الاكيد بتكون يعني مسؤوله عن اكثر من 200 عمليه قتل، واللي تتوزع بين ميامي ونيويورك وكاليفورنيا. تم إدانتها والحكم عليها ب20 سنة سجن، بس تم إطلاق سراحها سنة 2004 بعد ما تم قتل وتشويه معظم الشهود اللي أدلوا ضدها. بعدها رجعت على كولومبيا وعاشت تحت اسم مستعار لحد ما تم اغتيالها من قبل مسلح كان على دراجة نارية في 2012 وقت ما كانت داخل المحل جزار. يعني ويا حسن الصدف ماتت بنفس الطريقة اللي هي اخترعت. موتها كان نهاية المسيرة إجرامية كبيرة مرة. فاكتبوا لي رأيكم في غريزيلدا تحت في الكومنتات، ايش رايكم في اللي عملته كله. فلا تنسوا تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك وانشروا مع الناس بتحب ذي النوع من القصص. ضيفوني على الانستغرام تيك توك وسناب شات واشوفوا الفيديو الجاي.